جبنا لكم اليوم شي مواطرات ديال بصح زعما ديال الهبال والضخامة. غادي نغوصوا في واحد المجموعة ديال السبعة ديال العروض اللي كاينة دابا في السوق المغربي، كل وحدة بعالمها الخاص، قصتها وثمنها. فعلا. التشكيلة اللي غادي نشوفوا اليوم متنوعة بزاف. غادي نلقاو مطير ديال السفر الفاخرة ومطير المغامرة اللي مجهزة على حق أوتريغا، وحتى المطر زعما العملية ديال كل نهار في المدينة. يعني كاين ما يدار لكل واحد وتقريبا لكل ميزانية. بالضبط، كل واحد وشنو كيقلب عليه يقدر يلقى شي حاجة في هاد العروض إن شاء الله. يلا نبداو بالبياسة الأولى. هادي كاينة في الرباط، عندنا هوندا جولد وينغ جي ال 1800. الجولد وينغ الأسطورية. هي هذيك موديل 2011 والثمن ديالها 200 ألف درهم. مولاها كيقول ثمن ثابت. 200 ألف درهم موديل 2011. واخا. هذه دبليو ماروك، يعني التسجيل ديالها مغربي من الأول، ونمرات الرباط. مولاها كيأكد على الحالة ديالها، كيقول إيتا كونكور. إيتا كونكور يعني نقية لأقصى درجة. هذه كلمة كبيرة شوية. إيه، يعني نقاوة. وكيقول فريدة في المغرب بهذه الحالة. اللون ديالها رمادي ستورم جراي، لون زوين وهادي. والتجهيزات فيها مهم بزاف الصراحة. فيها ايرباغ. أوه، ايرباغ في موتور 2011. هذه كانت شي حاجة متقدمة بزاف ذاك الوقت. بصح، وفيها سخانات في الكراسة واليديات، والكوفر اللوراني كيتحل بالضوء، والزجاج القدام ديال الريح كتطلع وتهبط. هذه هي الفخامة ديال الجولد وينغ المعروفة، الراحة الكاملة في الطريق الطويلة. وزايد عليها تفاصيل أخرى ديال الصيانة. قال الإطارات بريدجستون جداد، البلاكات ديال الفران هوندا جداد، باتري جديد. هادشي كيبين العناية، يعني مولاها ماشي غير كيستعملوا صافي، كيعتني بها. بالضبط. وقال كيغير الزيت كل 3000 كيلومتر بفلاتر هوندا أصلية، وزايد حتى مصابيح ضباب LED كاملة. الصراحة التفاصيل ديال الصيانة مهمة بزاف في المستعمل، كتزيد ثقة. الكيلومتراج اللي دايرة بين 15,000 و 19,999 كيلومتر. المحرك 1800 سي سي طبعا. 15,000 ل 20,000 كيلومتر لموديل 2011 راه والو، قليل بزاف لهاد النوع ديال الماطر اللي مصوبة للسفر. هو قال كتخرج 2 مرات في الشهر. داك الشيء علاش الكيلومتراج باقي قليل. إذا الحالة ديال إيتا كونكور ممكن تكون بصح واقعية. وفيها التجهيزات الأخرى بحال ABS CBS، نظام مضاد للسرقة، CD MP3 بلوتوث، وحقيبة خزان الوقود. يعني موتور مجهز كامل مكمول. هاد الجولد وينغ كتبقى أيقونة الدراجات السياحية الفاخرة. الصيانة اللي تبدو ممتازة، الكيلومتراج القليل، والحالة الاستثنائية. هاد الشيء كله كيبرر الثمن ديال 200 ألف درهم وخا موديل 2011. هذه ديال شي واحد كيقدر الفخامة والراحة المطلقة ومستعد يخلص على الحالة الممتازة. داكوغ. من الفخامة اليابانية ديال هوندا ننتقلوا لعالم آخر تماما، نمشيو لأسطورة أمريكية، هارلي ديفيدسون رود جلايد سبيشال 117. الهارلي عالم بوحده هذا. هذه كاينة في كازا في المعارف، موديل 2023، يلا خارجة تقريبا. 2023 جديدة هذه. الثمن ديالها 290 ألف درهم، وقابل للتفاوض شوية، ولكن اللي كيصدم هنا هو الكيلومتراج. شحال ضربة؟ 1000 كيلومتر فقط. 1000 كيلومتر، راه بحال يلاه دار بها دورة ورجعها. والو هذا. علاش يا ترى مولاها كيبيعها بهذه السرعة؟ العلم لله. المهم الموتور ديالها كيف قلتي قبيلة راه وحش، 1920 سي سي، اللي هي 117 كوبيك إنش. المحرك 117، هذا من أقوى المحركات اللي كدير هارلي حاليا في الفئة ديال تورينغ. قوة وعزم دوران كبير. هذه مستوردة جديدة من ميريكان، ومولاها هو اليد الأولى. الحالة كيف قلتي راها جديدة نيت. يعني المشتري كياخد موتور 2023 بحالة الزيرو تقريبا، ولكن بثمن أقل من الجديد في الوكالة. إيه، وكيقول كتباع مع الفاتورة والضريبة على القيمة المضافة مشمولة. هذه نقطة مهمة جدا، كتوفر الشفافية وكتضمن الوضعية القانونية والضريبية للموتور. التجهيزات فيها ABC CBS، نظام مضاد للسرقة، حاجب رياح منخفض، CD MP3 بلوتوث، داكشي ستاندار ديال هارلي. عالم هارلي ديفيدسون عنده سحر خاص كيف كان عارفه. الإرث ديال العلامة، الصوت المميز، ستايل، ثقافة ديال التخصيص كستمايزيشن.
هذا الرود جلايد سبيشال بمحرك 117 كتجمع بين ستايل أنيق ديال داك الفيرنينغ اللي تابت شاك نوز فيرينغ والأداء القوي. السعر ديال 290 ألف درهم قابل للتفاوض، كيبقى طالع شوية ولكن راه موتور 2023 شبه جديد بالمحرك الكبير 117 كيستهدف عشاق العلامة اللي باغين آخر موديل بحالة ممتازة ومستعدين يخلصوا مقابل هذا التفرد والقوة وهذه الحالة اللي شبه جديدة. واضح. نرجعوا لهوندا جولدوينغ حيت كاين عرض آخر. جولدوينغ أخرى، السوق فيه الجولدوينغ موجود تبارك الله. كاين الخير. هذه كاينه حتى هي في كازا في أنفا بالضبط، موديل 2021. 2021 يعني أحدث من الأولى ديال الرباط ب10 سنين تقريبا. هي هذيك، والثمن ديالها 340 ألف درهم. 340 ألف، فرق كبير على الأولى. الكيلومتراج مذكور بين 10,000 و 14,999 كيلومتر، حتى هي مستوردة جديدة ولكن ماشي اليد الأولى. ماشي اليد الأولى. هذه نقطة ممكن تنقص من القيمة شوية عند بعض الناس. الحالة ديالها جيدة جدا والصيانة متابعة مزيان، مولاها كاتب بون انتروتيان. مزيان. ولكن 340 ألف درهم لموديل 2021 ماشي يد أولى وضاربة حوالي 15 ألف، مقارنة مع الأولى ديال 2011 اللي يد أولى وإيطا كونكور ب200 ألف، كاين فرق كبير. هي أحدث ب10 سنين. بصح أحدث ب10 سنين وهذا الشيء عنده قيمته الكبيرة في تكنولوجيا والتصميم اللي تبدل بزاف بين دوك الأجيال. ولكن كاين واحد النقطة مهمة في العرض، حجم المحرك المذكور هو 1000 سي سي. 1000 سي سي؟ غريبة هذه في كودوينغ حديثة. جدا. الكود وينغ من بعد 2018 معروفة بالمحرك ديال 1833 سي سي، قبل منها كانت 1832 سي سي. 1000 سي سي ما كيناش في هاد الموديلات، غالبا كاين شي خطأ في المعلومة ديال حجم المحرك. يمكن غلط مطبعي وصف. وارد جدا. أي واحد مهتم خاصو يتأكد بنفسه من حجم المحرك الحقيقي اللي هو نورمالمون 1800. إذن هنا المشتري المحتمل عنده مقارنة. موديل 2021 أحدث، كيلومتراج معقول، ولكن ماشي يد أولى وبثمن أعلى، وفي هذا الاستفهام حول حجم المحرك، مقابل موديل 2011 أقدم ولكن بحالة استثنائية ويد أولى وبثمن أقل بكثير. اختيار صعب شوية. فعلا. ونبقاو مع الكولدوينغ، ولكن هاد المرة نمشيو لفاس نشوفو الثالثة. كولد وينغ الثالثة هذه موديل أواخر 2020، المحرك ديالها 1800 سي سي، هنا المعلومة صحيحة. الثمن ديالها 319 ألف درهم. 319 ألف، يعني بين الثمن ديال الأولى والثانية، منطقي بالنسبة للموديل 2020. الكيلومتراج 20 ألف كيلومتر، مولاها كيقول مازال نقية بزاف، ومعها 2 سوارت وهي اليد الأولى. الحالة جيدة. 20 ألف كيلو لموديل أواخر 2020 راه كيلومتراج معقول جدا. يد أولى، هذه نقطة إيجابية. ولكن الميزة الكبيرة اللي زايدة في هذه هي أنها أوتوماتيك، فيها ناقل حركات دي سي تي. هذه هي النقطة القوية بزاف، الأوتوماتيك دي سي تي ديال هوندا. بالضبط. هذه كتغير التجربة كلها ياك؟ تماما. ناقل الحركة الأوتوماتيكي دي سي تي كيزيد الراحة بشكل كبير، خصوصا في وسط المدينة في الزحام، ما كيبقاش داك العيا ديال تبدال الفيتازات بالرجل واليد، وحتى في الرحلات الطويلة كيريح بزاف. هاد الميزة كتستقطب فئة معينة من الناس اللي كيقلبوا على هاد النوع ديال الراحة. وزايد عليها الديوانة ديالها صالحة حتى لشهر 25-25. معلومة مهمة جدا للمشتري، كتعطيه راحة البال من ناحية الوضعية القانونية للموتور لعام آخر تقريبا. إذن هذه فيها بزاف ديال النقط الإيجابية. موديل حديث أواخر 2020، كيلومتراج معقول 20 ألف، يد أولى، حالة نقية، وزايد عليها الميزة الكبيرة ديال الأوتوماتيك دي سي تي. الثمن ديال 23,900 كيبان منطقي ومناسب لهذا الباكيج كامل. متفق معاك. دابا صافي سالينا مع الجولدوينغ، نغيروا الوجهة تماما، نمشيو للمغامرة الصرفة. يلا نشوفوا شنو كاين في المغامرة. عندنا KTM 1290 سوبر أدفنتشر S موديل 2024. ولا لا، 2024 هذه بقى سخونة. والموديل اس يعني النسخة اللي موجهة للطريق أكثر ولكن قادرة على المغامرة. كاينة في مراكش. ثمن 185 ألف درهم. تسجيل مغربي دبليو ماروك. الكيلومتراج 10,000 كيلومتر وقابل للزيادة شوية. المحرك ديالها جبار 1301 سي سي. محرك LC8 ديال KTM معروف بالقوة ديالو والاستجابة السريعة.
10,000 كيلومتر لموديل 2024 راه مزيان، يعني مستعملة شوية ولكن باقة جديدة. 185,000 درهم لموديل 2024 كتبان صفقة مثيرة للاهتمام. هي ماشي اليد الأولى، ولكن الحالة جيدة جدا. واللي كيخلي هاد العرض مميز بزاف هو الكم الهائل ديال الإضافات اللي فيها، واجدة للمغامرة. أشنو فيها؟ الإضافات مهمة بزاف في هذا النوع ديال المطار. فيها التيك باك مركب. هذا بوحده كيزيد قيمة كبيرة. التيك باك كيف تهلك الأنظمة الإلكترونية المتقدمة بحال الكويك شيفتر، الهير هولد كنترول، وضعية القيادة الإضافية، التحكم في تراكشن كنترول والتعليق الإلكتروني بشكل أعمق. ضروري للمغامرة والتحكم الكامل. وزايد عليها عواكس المبرد ديال KTM، جوج أزواج ديال الأضواء الإضافية. مهمين بزاف للرؤية في الليل أو في الظروف الصعبة وفي الطرق الوعرة. قضبان الحماية ديال الجيفي. هادو أساسيين. أي واحد غادي يدخل الطرق الوعرة خاصو البار بروتيكسيون باش يحمي الموتور في حالة الطيحة لا قدر الله. حاجب رياح مرتفع، زاجة عالية. للراحة في السفر والسرعات العالية في طريق السيار. حماية للمصباح الأمامي للضوء قدام. صندوق علوي جيفي من الألمنيوم كبير ديال 55 لتر، وحقيبة خزان شاد صغيرة ديال 3 لتر. تبارك الله. هذه مجهزة تجهيز كامل، يعني المشتري ما غادي يحتاج يزيد عليها والو تقريبا. الصندوق الكبير مهم للتخزين في السفر، حماية الضوء ضرورية في الطرق اللي فيها الحجر، الحقيبة ديال الخزان عملية للأشياء الصغيرة. هاد الKTM مصممة باش تقتحم جميع أنواع الطرقات، موديل 2024 بأحدث التكنولوجيا، وزايد عليها هاد الأكسسوارات كلها اللي عندها قيمة مالية وعملية كبيرة. الثمن ديال 185 ألف درهم كيبان جد مناسب لهذا الباكج كامل، وخا ماشي اليد الأولى. صفقة ممتازة لعشاق المغامرة. فعلا كتبان صفقة مغرية. دابا من المغامرة الغالية والإضافات الكثيرة نمشيو الخيار بميزانية أقل بكثير. نشوفوا شنو كاين للناس اللي الميزانية ديالهم محدودة أكثر. عندنا الزونتيس 350 كل 2 موديل 2023، كاينه في كازا في سيدي معروف. الزونتيس ماركة اللي دخلت للسوق بقوة مؤخرا. الثمن ديالها 49 ألف درهم الموديل. فرق كبير على اللي شفنا قبل. هذه فئة أخرى تماما. تسجيل مغربي دبليو ماروك، الكيلومتراج 43 ألف كيلومتر، المحرك 350 سي، ماشي اليد الأولى ولكن الحالة جيدة جدا. مولاها كيقول موتور باقي نقي بزاف. 43 ألف كيلومتر لموديل 2023، يعني مستعملة بشكل متوسط، ماشي بزاف وماشي قليل. الزونتيس كتمثل هذه الفئة الجديدة ديال الدراجات الصينية اللي كتقدم تصميم عصري، تجهيزات اللي كانت تعتبر حكر على المطر الكبار بحال الشاشة TFT والتشغيل بلا كونتاكت، كل شيء بثمن تنافسي. هاد 350 T2 هي النسخة اللي عندها طابع المغامرة شوية في الشكل. بمحرك ديال 350 سي فين كتصلح أكثر؟ مناسبة جدا للتنقل اليومي داخل المدينة، اقتصادية في الوقود وسهلة في السياقة، وتقدر تدير بها حتى رحلات نهاية الأسبوع الخفيفة خارج المدينة، ولكن ماشي بحال الكفاحة ديال المطر الكبار اللي شفنا في الأول طبعا. مولاها ذاكر شي التفاصيل كتبين العناية. مركب ليها صندوق أصلي ديال 45 لتر مع مسند للظهر. مزيان. التوب كيس عملي بزاف للتخزين اليومي. سلسلة DID جديدة وبنو خلفي جديد. سلسلة DID ماركة ممتازة ومعروفة بالجودة، تغييرها كيبين الصيانة، والبنو الجديد هو نقطة إيجابية. وكيقول كيتابع الصيانة الدورية بزيت مزيان XTC 60، وفي الوقت فيدونج ديما باغتيغال، وفي الوقت. هذا التفاصيل الصغيرة ديال الصيانة كتعطي انطباع جيد على مول الموتور وكيفاش كان كيتعامل معه. هادشي كيطمئن المشتري المحتمل. مقابل 49 ألف درهم الموديل 2023 بهاد الكيلومتراج وهاد الإضافات والتفاصيل ديال الصيانة، كتبان صفقة معقولة جدا اللي كيقلب على موتور عصري عملي واقتصادي بلا ما يخسر بزاف الفلوس. واضح جدا. ونختموا هاد الجولة نمشيو الوجدة مع أصغر موتور في المجموعة ديالنا اليوم. أشنو هو هاد الموتور الصغير؟ هوندا CBF 125 موديل 2014. CBF 125 موتور اقتصادي وعملي بامتياز، معروف بالصبر ديالو قلة الاستهلاك. الثمن ديالو 32,500 درهم. 32 ألف ونص الموديل 2014. ولكن هنا فين كاين العجب. اللي غريب ومدهش في هذا العرض هو الكيلومتراج. شحال؟ قليل بزاف بزاف، 1900 كيلومتر فقط. 1900 كيلومتر لموديل 2014. كيفاش هادي؟ 10 سنين وهو موقف؟
تقريبا هو تدونت في 2019، ولكن مولاها كيأكد أنها جامي غولي وماروك، زعما عمرها تمشات في المغرب. فهمت دابا. يعني دخلات من برا، تدونات في 2019 ومن ذاك الوقت وهي محطوطة. هادشي كيفسر الكيلومتراج اللي شبه مستحيل بالنسبة لعمرها. هي اليد الأولى والحالة ديالها جيدة جداً. هذه فعلا حالة نادرة جدا جدا. السي بي اف 125 كيف قلت معروفة بكونها دراجة اقتصادية من الطراز الرفيع واعتمادية وعملية جدا للمدينة والتنقل اليومي. باش تلقى واحدة موديل 2014 وضربت أقل من 2000 كيلومتر، هذه فرصة حقيقية. يعني تقريباً بحال يلاه كتشري موتور جديد ولكن بموديل قديم شوية. بالضبط. كتستافد من الحالة الميكانيكية اللي كتكون ممتازة بسبب قلة الاستعمال، ولكن بالثمن ديال المستعمل اللي هو 32,500 ونص. هذه صفقة ممتازة لشخص كيقلب على موتور صغير، اقتصادي لأقصى درجة، عملي وما كيستهلكش بزاف وما باغيش المشاكل ديال المستعمل اللي ضارب كيلومتراج كتير. إذن كما شفنا جولة متنوعة بزاف اليوم، دزنا على أنواع مختلفة تماماً، بصح من الفخامة المطلقة ديال الجولد وينج والقوة الأمريكية ديال هارلي، للمغامرة الأوروبية المجهزة مع الكاتيم، وحتى للخيارات الاقتصادية العصرية بحال زونتيس والعملية الخالصة بحال السي بي اف 125 الصغيرة. كل موتور وشنو كيقدم وكل واحد والثمن ديالو اللي كيعكس حالته، عمره، تجهيزاته ومميزاته الخاصة. وهذا التنوع الكبير في العروض المستعملة سواء الفاخرة أو الاقتصادية كيخلي الواحد يتساءل ملي يجي يختار بين هاد الخيارات كلها. أشنو هو السؤال اللي كيبقى؟ السؤال هو فاش كيكون الواحد كيختار من بين ماتريال مستعملة بهذه الفروقات الكبيرة؟ في الحالة الأعمار، الماركة والثمن. شنو هو المعيار اللي كيغلب في الآخر عند المشتري المغربي؟ واش هي الثقة في الماركة والتاريخ ديالها اللي كيخليك تمشي للكولد وينغ أو الهارلي واخا تكون قديمة شوية؟ أو يمكن الحالة اللي كتبان عليها الموتور بعينيك، ديك النقاوة والتجهيزات اللي زايدة فيه هي اللي كتقنع أكثر، بحال الحالة ديال الكاتي ام أو الجولد وينغ الأولى ديال الرباط. أو يمكن في آخر المطاف القضية كلها حسابات، يعني شحال غادي تخرج من جيبك مقابل داكشي اللي كيبان لك قدامك أنه كيستاهل. واش القيمة مقابل المال هي الحاسمة في الآخر؟ سؤال صعيب وكيختلف الجواب ديالو من شخص لآخر على حسب أولوياته وميزانيته. بالضبط. سؤال كيستحق التفكير وكيبقى مطروح في السوق ديال المستعمل.